طيب الله مساءكم بألف خير أينما كنتم، ونشرة الأخبار من الفضائية الإريترية المستهل بالعناوين. دعوة لإصلاح البيئة لمكافحة الملاريا في تسنين. جهود لرفع إنتاج العسل في عد غيح. حريق في مراعي أدماي في حقات. كوريا الشمالية تطالب أمريكا وكوريا الجنوبية بوقف التدريبات المشتركة. أرمينيا وأذربيجان تتفقان على عدم اللجوء إلى القوة لإفراج. الإفراج عن رهينة فرنسية أسترالي في تشاد. من العناوين إلى التفاصيل. دعا مكتب وزارة الصحة في مديرية تسنية الدفع بأنشطة نظافة البيئة للسيطرة على مرض الملاريا. وأوضح خبير علم الحشرات في إقليم القاشبركة السيد أماني المحرتاب لدى لقائه وكلاء الصحة في القرى وإدارات الضواحي ولجان القرى وجوب العمل الجماعي للنظافة البيئية ودفن أماكن تكاثر البعوض واستخدام الناموسيات. وقال مسؤول الصحة العامة وخبير أبحاث الحشرات السيد عوت مبراطون مديرية تسنين ضمن مديريات إقليم القاشبركة التي تستفحل فيها الملاريا، وتم تخفيض الإصابة بالملاريا إلى أدنى مستوى نتيجة أنشطة توزيع الناموسيات ورش المبيدات في المنازل ونظافة البيئة في السنوات الماضية. وناشد مسؤول التوعية في مكتب وزارة الصحة في إقليم السيد سلطان حقوس وكلاء الصحة في القرى لتعريف وتوعية الشعب. وذكر المدير التنفيذي لمديرية السنية سيد تسفازق عقبازقي أن أنشطة مشجعة قد نفذت لمكافحة الملاريا ويتطلب العمل لمواصلة الجهد لاستئصالها. نظمت جمعية المرأة للزراعة النقدية دورة تدريبية بالتعاون مع الكونفدرالية الوطنية للعمال حول إدارة الممتلكات وإطلاق المشاريع الزراعية من 20 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر. شاركت فيها أكثر من 40 امرأة. وأوضحت رئيسة الجمعية السيدة سناي تسفلدات أن التدريب هدفه تقديم المعلومات الأساسية للمرأة الراغبة العمل في الزراعة النقدية. وذكرت المشاركات في الدورة التدريبية أن المعلومات المقدمة تساعد لتنفيذ أعمال بكفاءة وسيعملن لتطبيقها. ودعا وزير الزراعة سيد الرفاين برهي في مراسم تخريج المشاركات في تدريب لتطبيق المعرفة المكتسبة لإنجاح أعمالهم، مؤكدا على دعم وتشجيع وزارة الزراعة المرأة الناشطة في المجال الزراعي. وقدمت للمتدربات الشهادات. تأسست جمعية المرأة العاملة في الزراعة النقدية عام 2003. أفاد مربو النحل في مديرية عد غيح بأن جهودهم لرفع إنتاج العسل تحقق نتائج مرضية. وأوضح مربو النحل بأنهم ينتجون العسل 5 مرات في السنة بالتجوال بمناحلهم في المناخات المختلفة. وذكر خبير تربية النحل السيد يوهانس زوانجيل تطور تربية النحل في المديرية بالمناحل الحديثة والتقليدية وتساهم في تحسين حياة المزارعين. وأشار إلى القيام بأنشطة التوعية لاستخدام المزارعين المناحل الحديثة ذات الإنتاجية الكبيرة. ويفيد مكتب وزارة الزراعة في مديرية عد غيح بأن قرى إغلا ومسكولا زوالا وكريباسو وسافيرا وغربانا ودمحينا وسيبراسو في المنحدرات الشرقية للمديرية تشتهر بإنتاج العسل الأبيض والأحمر. تلقت 40 امرأة عاملة في 20 مؤسسة حكومية في مديرية عقردة دورة تدريبية في الإدارة والقيادة. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد ميرون قبريوات أن تدريب هدف تنمية قدرات المرأة العاملة. وقال مسؤول متابعة فرع الاتحاد في إقليم القاشبركة السيد سليمان يوسف أن تأهيل المرأة يعكس مجتمع متحضر، داعيا لتضافر الجهود لمكافحة العادات الضارة بالمرأة. وذكر مدير مديرية عقردة السيد إسحاق طعوماي أن التدريب جزء من جهود بناء الشباب. من ناحية ثانية تخرج أكثر من 20 من ناحية ثانية
تخرج أكثر من 50 من أعضاء قوات الدفاع في دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لمدة شهرين بتعاون مكتب وزارة الصحة ومديرية غردة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة. دعا مسؤول شرطة المرور في شرطة إريتريا المقدم محاري نجوسي أعضاء شرطة المرور السعي لتنفيذ مهام العمل باهتمام. وقدم في السيمينار التنويري الذي عقده لحوالي 130 من أعضاء شرطة المرور في الإقليم الأوسط تطور وأنشطة شرطة المرور وقوانين المرور التي تنتهك باستمرار وأسباب الحوادث المرورية وأساليب السيطرة عليها، ويجب تنفيذ عملهم باحترام وتواضع. وقال إن النجاح عمل شرطة المرور يتأتى بالتقيد بالقانون وتقييم جيد لتحقيقات الحوادث المرورية والوصول السريع إلى موقع الحادث لجمع المعلومات والإثباتات والشهود وتوثيقها بالصور. وذكر أن انتشار شرطة المرور في الشوارع ليل نهار هدف ضمان سلامة الإنسان والممتلكات، وعليهم العمل المتفاني لتحقيق ذلك. من جانبه أوضح مسؤول شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هيلي براقي أن على المشاركين في السيمينار إدراك أهمية المعلومات المقدمة وتنفيذها على أرض الواقع. شب حريق يوم 31 من أكتوبر في مساحة 18 هكتارا في مراعي منطقة أدماي في مديرية حقات. الحريق الذي اندلع من نار نشعلها الرعاة الأضرار بالحشائش ومزارع الذرة والثروة القابية. شارك في عملية الإطفاء وحدات الإطفاء وأعضاء قوات الدفاع والمزارعين والرعاة، ولم يحدث الأضرار في الأرواح. ودعا مدير ضاحية أنجلي السيد إبراهيم جمع الرعاة والمزارعين لإطفاء النار التي يستخدمونها للحلول دون اندلاع الحرائق في الحشائش والمزارع التي بدأت تجف. وقال مسؤول التحقيقات في شرطة حقات السيد عمر عبد أن الإهمال سبب اندلاع الحريق، ويجب توخي الحيطة مثل هذه الحوادث. تبعد أدماي مسافة حوالي 14 كيلومترا إلى جنوب من مدينة حقات، وتمتلك أراضي زراعية شاسعة بين ضاحيتي أشرا وأنجلي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية الواسعة النطاق في المنطقة، وصفتها بأنها استفزاز قد يستدعي إجراءات متابعة أقوى من بيونغ يانغ. وجاء في بيان الوزارة الخارجية الكورية الشمالية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها دخل مرحلة المواجهة الخطيرة بسبب التحركات العسكرية المتواصلة والمتهورة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة نفذت فيها مئات الطائرات الحربية من الجانبين تدريبات على هجمات على مدار الساعة طوال الجزء الأكبر من الأسبوع. وقالت القوات الجوية الأمريكية أن العملية التي يطلق عليها اسم عاصفة اليقظة تستمر حتى يوم الجمعة، ويشارك فيها نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية. اتفقت أرمينيا وأذربيجان في مدينة سوشي الروسية على عدم اللجوء إلى القوة لحل نزاعهم على منطقة ناغورنو كاراباخ، وذلك في بيان مشترك بعد محادثات بوساطة روسية. كذلك اتفقت باكو وبريفان على تسوية كل الخلافات حصرا على أساس الاعتراف بالسيادة المتبادلة وسلامة الأراضي، وفق ما جاء في بيان مشترك تم تبيينه في نهاية قمة شوشي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أمله في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان بعد استقبال نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لإجراء محادثات بعد مواجهات مسلحة عنيفة بين هذين البلدين في القوقاز، حيث تسعى موسكو إلى تأكيد نفوذها. وجاءت هذه القمة التي عقدت في شيوشي جنوب غرب روسيا
بعد شهر على مواجهات حدودية أوقعت 286 قتيلا في أعلى حصيلة منذ الحرب في 2020 للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين منذ التسعينات. أعلن رئيس الوزراء التشادي العثور على الرهينة الفرنسية الأسترالية المختطف في تشاد بإقليم شرق البلاد على الحدود مع السودان. وقال رئيس الوزراء التشادي في تغريدة على موقع تويتر أنه عثر على المختطف وهو في صحة جيدة. ولم يوضح المسؤول التشادي الطريقة التي تم بها العثور على المختطف ولا الجهات الخاطفة، ولكنه هنأ قوات أمن بلاده على ما أسماه بالعمل الناجح. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد صرحت أنها أبلغت باختطاف مواطن فرنسي في تشاد، مضيفة أنها على اتصال مع عائلته والسلطات التشادية بهدف ضمان الإفراج السريع عنه. وكانت السلطات التشادية قد صرحت بأنها حشدت كل الإمكانيات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين. قال الرئيس الصيني شي جي بينغ لزعيم الحزب الشيوعي الحاكم الفيتنامي الزائر إن كل من البلدين والحزبين يجب عدم السماح لأي شخص بالتدخل في تقدمهم، حسب ما أفادت محطة CCTV الحكومية. ورحب شي بحرارة بزيارة ترونغ الرسمية إلى الصين عقب المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، مشيرا إلى أنه حافظ على اتصالات وثيقة مع ترونغ بمختلف الطرق وتوصل معه إلى العديد من التوافقات المهمة. وعقب المحادثات شهد الزعيمان توقيع وثائق تعاون بشأن الحزبين والاقتصاد والتجارة وحماية البيئة والثقافة والسياحة والعدل والجمارك والحكم المحلي. تذكير بأهم العناوين. دعوة لإصحاح البيئة لمكافحة الملاريا في تسني. جهود لرفع إنتاج العسل في عد غيح. حريق في مراعي أدماي في حقات. كوريا الشمالية تطالب أمريكا وكوريا الجنوبية بوقف التدريبات المشتركة. أرمينيا وأذربيجان تتفقان على عدم اللجوء إلى القوة. الإفراج عن رهينة فرنسية أسترالية في تشاد. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.